اهلا بالزعيم. احنا نكرم الثقافه والابداع. هما الفرنساويين شو يقولوا؟ لا كولتور سي سكي ريست لورسكون ا توت اوبليي. بص احنا عندنا في البيت كلهم بيتكلموا فرنساوي بالطبع. فاعرف انهم بيشتموني على طول لان انا ما بعرفش فرنساوي. يا مرحبا. ميرسي يا فندم. على كل حال انت تعرف تخاطب الشعوب، ربنا وهذا يحفظك. الاصل. ربنا يحفظك. وهو الانسان اذا كان يطلب المولى الى موهبه يعطيها له هي ملكه الاقناع، واحنا ناقصين بالاقناع. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. تفضل. ما نهلكوش كسوه جديده. ايه بتزوقني ليه كده؟ ميرسي يا فندم. أسمع عنك وأنا أعرفك في مصر كثيرا. يعني ولكن احنا من شبابنا صغير، يعني احنا تونا في احنا علاقاتنا مع مصر في السينما ما كانش عندنا شيء في السينما. تو احنا اليوم عندنا خمسينية بتاع يعني تعطون قرطاج سينمائي، لكن قبل احنا من الوردة البيضاء ومن هذاك الواحد اللي كنا فيه وعبد الوهاب ممنوع الحب. وممنوع الحب. إسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين. أنا كنت قاعد مع الرئيس بوتفليقة. ايوه. فكان عامل لي غدا الحقيقة، ما تعمليش غدا ولا حاجة بس هو كلمني عن إسماعيل ياسين. شوف قد إيه الفن بيبقى جميل. بالطبع. وقلت لك هذاك اللي يبقى في علاقاتنا. يعني احنا في التلفزيون حضرتك بتشوف الفن المصري، السينما المصرية من الثلاثينات والأربعينات، تحس ان الممثلين والفنانين ما زالوا موجودين. أنا شخصيا أعتقد أن الثقافة شيء أساسي. طبعا. وهذا الشيء اللي يبقى. هذا شيء هو المهم سيادة الرئيس تعريف المثقف. المثقف مش معلومة فقط، المثقف هو الذي يؤثر في مجتمعه ويؤثر بالطبع. في الناس. بالطبع. يعني مثلا لو سألت فلاح بسيط عندنا بيزرع الأرض عن طاع سين تلاقيه عارفه. بدأ تأثير هذا المثقف العظيم في البنية الأساسية بتاعت نفسية الشعب. هو ولو شاهد ما شافش حاجة. لكن هي احكي لسيادتك المشهد بتاع المحكمة. تبعت. فالدنيا يحيى الرئيس. ضحك قال له واحد. بشكر السيد الرئيس القائد سيبسي على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سوف أعتز به طول عمري. وبشكر أيضا الشعب التونسي، هذا الشعب الجميل المحب للثقافة والأداب والفنون. والحمد لله أن القاهرة ما زالت هي مصدر إشعاع فني خاصة للإخوة التوانسة. الشعب التونسي شعب محب للثقافة والفنون، وكذلك أرى السيد الرئيس. شكرا للسيد الرئيس وشكرا للشعب التونسي الكريم.